ايه عاملين ايه؟ ازيكم؟ كويسين الحمد لله. ان شاء الله النهارده هنروح مغامرة جديدة ومكان جديد. مغامرة جديدة هكملها، حياة جديدة، مشوار جديد، مكان جديد. هتابع معاكم كل حاجة أول بأول بكل التفاصيل، وهوريكم ازاي تقدر تنجح وازاي تقدر تحقق اللي انت عايزه بشوية مجهود وبشوية سعي. الموضوع بس متطلب انك تحاول على قد ما تقدر عشان تحاول تنجح، وصدقني الموضوع سهل، محتاج وقت مش اكتر. تمام؟ ما تخافيش، مش بصورك ها. المهم ايه، لازم تحاول على نفسك لحد ما تشتغل، كل حاجة تيجي لوحدها. تمام؟ حاول تكمل هدفك في الاخر وحاول توصل. الموضوع محتاج وقت ومحتاج مجهود ومحتاج شوية سعي ومحتاج شوية مجاهيد عشان تقدر توصل اللي انت عايزه. تمام؟ اشتغل على نفسك كتير وابذل مجهود اكتر، اكيد هتوصل اللي انت عايزه. اوكي؟ فانت جرب ان انت تشتغل على نفسك، جرب تجتهد، جرب توصل اللي انت عايزه، جرب توصل ان ما يكونش عندك سقف طموح، وصدقني هتوصل اللي انت عايزه. مفيش حاجة اسمها مستحيل، المستحيل هو نفسك، المستحيل هو شماعة الفشل اللي بيتعلق عليها اخطاء. طول ما انت بتحاول انك توصل، طول ما هتنجح. لكن طول ما انت واقف في مكانك مش هتوصل لحاجة. الموضوع محتاج منك شوية سعي، شوية مجهود، وهتقدر توصل للي انت عايزه. جرب تحلم، والحلم في ايدك هيبقى حقيقة، والمستحيل في ايدك هيبقى واقع تقدر تحققه. دلوقتي انا رايح على مكان جديد، على هدف وحلمي. اروح المستشفيات، وبعد ما اخلص المستشفيات اطلع على مكاتب التمثيل يعني، وبعدين اطلع على اسكندريه. هنتابع كل ده اول باول، هتابعكم من هنا اهوت. انا في رمسيس، هطلع من رمسيس على مصر الجديده، ومن مصر الجديده على المهندسين، ومن المهندسين على اسكندريه. هنتابع الرحلات دي اول باول، مغامرات بقى واهداف، وازاي تحقق اهدافك وازاي توصل للي انت عايزه. تمام؟ الموضوع سهل وبسيط، تابعوني. الجاي نار، اللي جاي ضرب نار، فانتوا خليكم معايا واحده بواحده، وصدقوني هتشوفوا العجب. هو كده رايح الميكروباص، اكلمكم تاني دلوقتي راكب العربيه، تخلص نتابع ونتكلم. المهم كنا بنتكلم انك ازاي تقدر تحقق اللي انت عايزه، وازاي تقدر تنجح، وازاي تقدر توصل اللي انت عايزه. الموضوع محتاج شويه وقت، شويه مجهود عشان تقدر تكمل. مفيش حاجه بتيجي مره واحده، انت بتحاول كتير. بعتلي على اليوتيوب بيقول لي احنا مش عارفين، احنا بنحاول ومش عارفين طريقنا فين، وبنحاول ومفيش فايدة. وفي ناس وصلت ل20 سنة، وفي ناس وصلت ل27، وفي ناس وصلت ل30. انت ما عندكش سقف. الست ممكن بتبقى في البداية عندها سقف، اللي هو الجمال، الشكل، المنظر. تمام؟ فده بيديها برستيج اكتر، تقدر تشتغل في اي مكان. تمام؟ ولكن ده بينتهي في وقت محدد. لما جمالها بينتهي وبتكبر في السن كل ده بينتهي، لكن الشاب او الشخص او الراجل ده ما بينتهيش، ده بيكمل على طول. مجرد ان هو ينجح ويحقق مستقبل الناس كلها بتعترف بيه، او ما بتعترفش بيه في الوقت الحالي، لكن بعد كده بيبقى مستمر. انت معاك لي 30، اعرف حد وصل من سن ال50 ونجح، اتشقلبت حياته في سنتين. فانت كمل، ما تقفش على حد. تمام؟ انت كمل وما تقفش على حد، مسيرك هتوصل اللي انت عايزه. انت محتاج شويه زقه، شويه مجهود، تعدل من نفسك، تتعلم اكتر، تنمي من ذاتك اكتر، تلعب رياضه، تشتغل على نفسك، ما تستسلمش. انا عايزك قبل ما الدنيا تهدك تهدها، تجيب طاقتك، ما يكونش لك اخر بمعنى اصح. طول ما انت بتحاول، التكرار بيخليك تنجح. حتى لو ما نجحتش هتتعلم من الاخطاء، وهتقدر ان انت تحقق اللي انت عايزه. طول ما انت بتكرر وبتحاول وبتخطط وبتعدل، تأكد انك في يوم من الايام هتوصل اللي انت عايزه. الموضوع بس محتاج شوية وقت، شوية مجهود، شوية تفكير، شوية انك يعني توزن كل حاجة. صدقني هتوصل اللي انت عايزه. كمل رحلتنا. الساعة كام؟ تابعوني اول